والله الحمد لله احنا بنحمد ربنا طبعا، وتأهلنا امبارح بفضل ربنا سبحانه وتعالى، فضل زمايلي، فضل المدرب. الحمد لله احنا مركزين والله العظيم في النادي الفترة دي جامد جدا في الدوري وفي بطولة كونفدرالية. فاحنا بنتمنى ربنا يكرمنا وناخد يعني كل ماتش بماتش كده ولحد ما نوصل النهائي وناخد البطولة ان شاء الله ونفرح جمهور نادي الزمالك. كانت مباراة صعبة جدا يعني، اتصعبت علينا اكتر. الحكم طبعا يعني غريب اصلا. الشوط الاولاني طالعين 0-0 وكنا مشدودين مع الحكم، والفرقة ما كانت عمالة تضيع وقت. فالحمد لله قدرنا ننزل الشوط الثاني، فاول 3 دقائق قدرنا نحرز هدف ايمن حفني فرق معانا، حتى جبنا الجون الثاني فدخل فينا جون. فالحمد لله قدرنا نجيب الجون الثالث ونكسب المباراه وتاهلنا الحمد لله، نحمد ربنا يعني الحمد لله. باسم مرسي لقى نفسه مع نادي الزمالك واصبح من الهدافين اللي الكل بيتنبأ لهم بمستوى رائع مع المنتخب المصري. طبعا نادي الزمالك ده والله نادي كبير جدا وخيره عليا طبعا يعني. نادي الزمالك يعني لو قعدت اتكلم من هنا لبكره طبعا يعني مش هقدر اوفي نادي الزمالك اللي عمله معايا يعني. انا يعني الواحد بينزل ملعب ببذل اقصى جهد عندي عشان افرح الجمهور والنادي والنادي ده فعلا نادي محترم بجد. نادي الزمالك ده نادي محترم ونادي كبير ونادي عظيم جدا. فطبعا هو اللي عمل باسم مرسي، مفيش شك طبعا في اي حاجه يعني. أعوام طويلة درع الدوري ما راحش نادي الزمالك، والآن بيقترب الحلم من القلعة البيضاء. طبعا الحلم بيقترب، بس لسه يعني احنا لسه ما خدناش الدوري. احنا لسه بناخد كل ماتش بماتش، واحنا لما نحسم الدوري رسمي يبقى احنا كده خدنا الدوري. لكن الدوري لسه بدري. ما اقدرش اقول لك دلوقتي اللي احنا خدنا الدوري. اما نحسم الدوري ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا واقدر اقول لك احنا خدناه. بتحلم بلقب الهداف؟ اه طبعا ده يعني حاجه مشروعه ليا ولكل الناس اللي بتلعب في الدوري. انا بلعب على اهم حاجه. رقم واحد بالنسبه لي احنا ناخد دوري يعني، ده رقم واحد. رقم اتنين اتمنى لو ربنا يكرمني يعني اقدر اخد هداف الدوري مع نادي الزمالك وناخد الدوري كمان. دي حاجه تبقى كويسه جدا لباسم مرسي يعني. فربنا يكرم ان شاء الله ونقدر نكسب الماتش الجاي ونكسب التصفيات ونتاهل لبطوله افريقيا ان شاء الله. يعني سنة أولى نادي زمالك ومع ذلك العروض بدأت تنهال على باسم مرسي، يعني شايف ده بيسعدك وشايف العروض اللي بدأت تنهال عليك شكلها ايه؟ طبعا يعني كل ده يرجع فضل نادي الزمالك عليا يعني. انا ما بتكلمش في اي عروض ولا بتكلم في حاجه دلوقتي، ولو جاي لي عروض مش هتكلم فيها خالص ولا هفكر فيها اصلا. انا رقم واحد بالنسبه لي انا يعني افرح جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك اللي هو خيره على باسم مرسي. فانا مركز مع فرقتي، واي عروض تجي لي مش ما بفكرش فيها بجد يعني. لما ناخد دوري ان شاء الله وبطوله افريقيا ان شاء الله.